لدينا إذا أخواتي أخواتي هذا المجلس الجماعي للشباب شباب وشابات الكبار. إذا مجلس الجماعي للشباب جاء أولا لإعادة هيئة قطاع الشباب. المهم هدفنا في المجلس الجماعي للشباب هو محاربة هذه القطيعة التي نراها جلية أمامنا بين الشباب كونه جهاز منفصل بذاته عن الحياة السياسية العامة وعن تدبير الشأن المحلي. نحن هنا في مجلس الشباب لسنا هنا لا نتقاضى أجرا ولسنا هنا لدينا امتيازات ولسنا هنا في مجلس الشباب لدينا أي تعويض على هذا العمل، هذا العمل التطوعي. مرحبا بالجميع، عمل ذاتي، حبا في عمل الشباب، حبا في إدماج الشباب. كما نعرف أن السنوات الماضية وما زلنا إلى اليوم نعاني من مشكل أساسي وهو القطيعة التي يمارسها الشباب في الإشراك في الحياة السياسية العامة.